بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا كنرحب بالجريدة الإلكترونية وجاسيتي على المواكبة وعلى هذه الزيارة الغير متوقعة واللي جات عن طريق الصدفة، ولعل رب صدفة خير من ألف ميعاد. إنه كنحييكم على المواكبة والتتبع ديال أشغال غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق على هذا المسار اللي ربما استغرق أكثر من سنة، ولعل هذه السنة لابد تكون فيها واحد حصيلة جد متواضعة، لأنه كيف ما كيتعرفوا بأن لحد الآن يعني الغرف المهنية الجهوية تسير بقانون قديم الذي لا يتماشى مع الجهوية المتقدمة الحالية. فلهذا اخترنا واحد الطريقة، واحد المنهجية باش إن شاء الله نسيروا هذا القطاع هذا لما يعرفه من تراكمات، خاصة إذا عرفنا بأن جهة الشرق يعني تعاني الكثير من أجل يعني إعطاء المكانة الحقيقية لقطاع الصناعة التقليدية. فلهذا بما أنه ما كاينش عندنا واحد القانون اللي كيسير الغرفة ديالنا بما في الكلمة من معنى، بما يتماشى مع الجهوية المتقدمة اللي هي تعتبر من أحد التحديات الكبرى للبلاد ديالنا. فلهذا اختارينا واحد الطريقة ديال التسيير، أننا نعتمدوا على الإمكانيات والطاقات ديالنا اللي متواجدة عندنا في جهة الشرق. فلهذا نهجنا واحد طريقة يعني أنا كنشوفها يعني سهلة وفعالة، وعلى هذا الشيء اللي انخرطنا في واحد التوجه بعقد عدة اتفاقيات إطار مع جميع الجماعات الترابية المتواجدة عندنا في جهة الشرق، واللي العدد ديالها اللي هو 124 جماعة ترابية. إلا عرفنا بأنه الجهة ديالنا كتوفر على 8 ديال الأقاليم، يعني هذه الأقاليم كل إقليم على حدة إلا وعنده واحد الخصوصية ديالو، بالإضافة إلى يعني 7 أقاليم وعمل توجد أنقال. هنا خدينا هذا التوجه ديالنا باش تكون عندنا واحد الاستراتيجية وواحد الخطة ديال العمل. وبين يعني المنهجية ديالنا أنه حتى الدورات ديالنا لما كنعقدوهم في يعني محطة بمحطة، يعني كل دورة على حدة كنعقدها في واحد الإقليم من الأقاليم. والهدف من عقد هذه الدورات في الأقاليم أولا انفتاح على جميع الأقاليم، ثانيا تكون عندنا واحد العلاقة مباشرة مع جميع عمال صاحب الجلالة على هذه الأقاليم، لنا مباشرة بعد انتخاب يعني مكتب غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق. كانت هناك عندنا عدة محطات برفقة المكتب مع الأعضاء الذين ينتمون إلى الأقاليم. عقدنا جلسات عمل مع جميع عمال صاحب الجلالة، والشيء الإيجابي هو أنه التجاوب الكبير اللي كان هناك مع عمال صاحب الجلالة من أجل النهوض بهذا القطاع. إذن بالإضافة إلى هذه اللقاءات اللي كانت ماراثونية في جميع الأقاليم، كما قلت هناك كنعقدوا دورات ديال الغرفة ديالنا في كل إقليم على حدة، أولا من أجل الانفتاح، ثانيا من أجل تشاور ومذاكرة في عدة مشاريع التي تهم قطاع الصناعة التقليدية في هذه الأقاليم. والحمد لله نجحنا في هذا المسار، بحيث أنه فوقاش ما كتكون عندنا فرصة ديال عقد هذه الدورات كتكون بالموازاة جلسة عمل مع السادة العمال من أجل المذاكرة في خلق مناطق أو يعني أحياء تنموية اقتصادية تهم قطاع الصناعة التقليدية. لأنه إلا جينا نذكروا على قطاع الصناعة التقليدية كيعاني عدة مشاكل، وأهم المشاكل اللي كيعاني فيها هو النقاط السوداء المتواجدة في المدار الحضاري يعني في جميع المدن
بحيث هناك يعني حرف ملوثة، وهناك حرف التي يعني تشكل بعض الإزعاج للمواطنين. وهنا كيكونوا السلطات المحلية يعني في واحد المشكل ما بين الحرفي والمواطن. وباش يعني باش يكون يعني رفع الضرر بالنسبة للمواطن، لابد ما خصناش يعني تكون واحد العقوبات الزجريه بالنسبه للحرفيين. يعني الطريقه باش نعالجوا هذا الموضوع خصها تكون عنده واحد الابعاد، نعالجوه بواحد الطريقه اجتماعيه، بحيث اننا نوفروا محلات لهاد الحرفيين الذين يعني عندهم مشكل داخل وسط المدينه، باننا نوفروا لهم واحد محل فين يشتغل بالاضافه الى السكن ديالو. وهنا يعني حتى داك الحرفي اللي كيكون عنده واحد يعني قضى واحد المده طويله في ذاك المحل ديالو، يعني عشرات السنين، ما يمكنش اننا بين عشيه وضحاها اننا نجيو ونحيدوا من ذاك المحل ديالو بدون ما نوجدوا له واحد البديل اللي هو مناسب. واهم بديل هو اننا فكرنا يعني احداث مناطق للتنميه الاقتصاديه. وهذه المناطق كيكون عباره على محلات يعني ديال الاشتغال، وفوق المحل ديال الاشتغال يكون محل ديال السكنه. هذا المحل كيكون في اطار خلق يعني شبه مدن جديده، ونوفروا فيها جميع الحاجيات ديال المواطن العادي، لا من ناحيه يعني التمدروس ولا التطبيب ولا المسائل اللي هي ضروريه. اذا الحمد لله لقينا تجاوب على جميع يعني في جميع الاقاليم، وقررنا باش نحدوا هذه الاحياء في جميع الاقاليم بدون استثناء. وغادي تكون واحد الخصوصيه لهذه الاحياء الاقتصاديه اللي غادي نحدوها ان شاء الله، بحيث غادي نخصوا واحد النسبه ديال 50% للاخوان اللي كيتواجدوا في ديك الجماعه الترابيه، بالاضافه ان واحد 30% كتعم جميع الاقليم اللي كيكون فيها المشروع، بالاضافه 20% اللي غادي نخصوها للحرف اللي يكون عندها واحد الطابع جهوي، باش يكون هناك واحد التنوع في المنتوج الحرفي، واللي غادي يعطي استمراريه للقطاع الصناعه التقليديه بصفه عامه. اذا ان شاء الله الى ربي وفقنا ونجحنا في هذا المشروع، غادي نكونوا يعني على الاقل درنا واحد الاسس، واحد الطريقه جديده من اجل الاهتمام بهذا القطاع. اذا هذه مجرد واحد الافكار، لانه ما يمكنش تكون عندك واحد يعني تسير واحد المؤسسه بدون باش بلا ما توضع واحد المخطط استراتيجي اللي يواكب التطورات ويواكب الاكراهات اللي كيعاني منها هذا القطاع. لانه لو كان نجيو نذكروا على قطاع الصناعه التقليديه، قطاع الصناعه التقليديه كيعاني من عده يعني مشاكل اللي ربما اصبحت يعني كيعاني منها هذا القطاع اللي عطى الكثير للاقتصاد ديالنا، الا انه فهو قطاع غير منظم وغير مهيكل. وحنا علاش مشينا في هذا التصور؟ مشينا في هذا التصور ان شاء الله باش يعني نهزوا العبء ديال هذه المشاكل اللي كيعني منها الصانع التقليدي، لانه ربما جاء الوقت فاش خصنا الانصاف ديالو. وحنا الحمد لله اللي الشيء الايجابي عندنا في جهه الشرق هو انه التجاوب الكبير، لا من خلال الساده رؤساء الجماعه الترابيه ولا الاخوان رؤساء الجامعات الاقليميه ولا مجلس عمل وجده انقاد ولا يعني مجلس جهه الشرق، اللي الحمد لله يعني كنشوفوا الابواب مفتوحه وكل الاخوان مستعدين انه يعطوا اضافه لهذا القطاع. وهنا الهدف الرئيسي من اننا اخذنا الاتفاقيات مع الجماعه الترابيه بصفه عامه، لانه ما يمكنناش حنا كمؤسسه كتهتم بقطاع الصناعه التقليديه والصانع التقليدي يعني على الخصوص، اننا كاين بعض المناطق النائيه اللي ما يمكنناش نوصلهم، ولكن الجماعه الترابيه ولا اللي في العالم القروي وفي المناطق النائيه الا وتكون عندهم علاقه مباشره مع ذاك المنتخب اللي كتوجد في الجماعه الترابيه ديالهم. يعني هادو بعض الخصوصيات اللي احنا كنشتغلوا عليهم.
لانه الى يعني مشينا في التوجه هنا بالموازاة لانه احنا غادي نوفروا ان شاء الله المسائل الضروريه الصناعه التقليدي فين يشتغل، ولكن كان واحد الاكراه اخر اللي هو جد وجد مهم، هو الاكراه ديال التسويق ديال المنتوجات ديال الصناعه التقليديه. وهنا هذا هو الحافز اللي غادي يكون عندنا ان شاء الله. يعني غادي يكون عندنا الطريقه نتاع تدبير انه تسويق المنتوجات ديال الصنع التقليدي بصفه عامه. هنا فكرنا في واحد الطريقه يعني جد مهمه وناجعه، لانه كما كنعرفوا اي جهه من الجهات يعني كتنظم معرض واحد في الجهه ديالها كيتسمى معرض جهوي. احنا فكرنا ان شاء الله باش نديروا معارض في كل الاقاليم اللي متواجده عندنا في الجهه ديالنا. وهنا فكرنا باش نكون عندنا ما يكونش عندنا معرض واحد يعني في الجهه ديالنا. فكرنا باش هاد الثمانيه ديال المعارض تكون عندها بواحد المواصفات جهويه اللي غادي تعطي واحد الدعامه اساسيه لتسويق المنتوج. وهنا كنسقوا مع جميع الفاعلين اللي عندنا، وعلى راسهم الساده عمر صاحب الجلاله اللي متواجدين في الاقاليم، اللي الحمد لله تجاوبوا معنا في هذا المطلب. وحنا الان بصدد يعني عقد او خلق واحد المعرض جهوي اللي غادي يكون ان شاء الله في مدينه كرسيك لاول مره بواحد المواصفات، يعني مواصفات جد متطوره. لما كيجي المواطن ويحس بانه كاين واحد الحاجه جديده اللي غادي تندار في الاقليم ديالو، وكذلك هذاك الصانع التقليدي اللي كاين في مدينه كرسيف، لانه مدينه كرسيف الخصوصيه ديالها هي انه الوافد الجديد اللي تنضاف للجهه ديالنا لجهه الشرق. وانا كنشوف المكانه الطبيعيه ديالو هي جهه الشرق. وهنا غادي نديروا واحد المعرض اللي بهذه المواصفات المتميزه اللي ان شاء الله غادي يعطي واحد الاضافه كبيره في الترويج للمنتوجات ديال الصناعه التقليديه في هذا الاقليم. اذا بالنسبه لنا حنايا هذه السياسه ديال يعني احداث معارض جهويه في جميع الاقاليم اكيد بانها تعطي واحد الدفعه قويه يعني في الترويج ديال المنتوجات ديال الصناعه التقليديه. وكذلك حتى السكينه، يعني السكينه ديال الجهه ككل، يعني خصها هاد المعارض باش اولا من اجل الترفيه، ثانيا طريقه ديال التعامل ديال هاد المعارض الجهويه غادي تخلق واحد الرواج اللي هو جديد على جميع الاقاليم بصفه عامه. من بعد ضروري خصنا يكونوا احنا دابا الان بصدد التحضير لمعرض جهوي جديد اللي ما عمرو ندار. هو اننا كنفكروا نديروا واحد المعرض جهوي في مدينه السعيديه لما تعرفه من رواج اقتصادي خاصه في الصيف. الصيف اللي هي مناسبه اللي غادي يكونوا الجاليه المغربيه المتواجده بالخارج اللي عندها واحد يعني واحد العدد كبير من مغاربه العالم، فهو ينحدر من جهه الشرق يعني اللي يفوق 2 مليون ديال المواطنين المغاربه المتواجدين في الخارج، فهم ينحدرون من جهه الشرق. وهذا اللي غادي يفتح المجال بانه غادي يكون واحد الرواج كبير. وبالاضافه الى يعني المواطنين المغاربه كلهم يعرفوا باللي المؤهلات السياحيه اللي كتسخر بها جهه الشرق وخاصه مدينه السعيديه في الصيف، لانه هنا غادي تكون فرصه باش تكون ان شاء الله باش يكون واحد الرواج تجاري. وهذا من الاشياء المهمه. يعني هنا يعني التفكير ديالنا غادي يمشي في هذا التوجه دون ان ننسى بانه ان شاء الله احنا كنفكروا الان بالاضافه للمنتوجات اللي كاينه في الجهه ديالنا، كنفكروا باش نضيف واحد المنتوجات ديال الصناعه التقليديه اللي مطلوبه في السوق. مثلا نعطيكم مثال،
الى جينا للمنتوجه ديال النحاس ولا ديال الجلد ولا ديال الفخار اللي يعني في التزيين في لي ديكور، يعني هادو ولا المنتوجات ديال المعدن، هادو مسائل يعني منتوجات ديال الصناعه التقليديه اللي هي مطلوبه جدا في يعني المغاربه ديالنا المتواجدين في العالم، يعني يبغوا يديوهم كهدايا للاصدقاء ديالهم اللي عندهم علاقه يعني خارج المغرب، ولكن ما متواجدينش يعني بواحد الطريقه مهمه هنا في الجهه ديالنا. هنا اللي فكرنا احنا ان شاء الله اننا هاد الناس غادي نجيبوهم ونوفروا لهم جميع الظروف المواتيه باش تكون هذه المنتوجات متواجده عندنا في الجهه ديالنا. اذا هادو عباره على بعض المسائل اللي هي داخله في الاستراتيجيه ديالنا باش نعطيو واحد الانطلاقه قويه للقطاع الصناعه التقليديه، بالاضافه الى تحريك هذا القطاع على جميع المستويات المحليه اللي كما كتشوفوا الحمد لله حنايا مشينا ركزنا على المسائل من اجل هيكله الاداره، يعني لانه الهيكله الاداريه ضروريه في قطاع الصناعه التقليديه. فلهذا المؤسسه ديالنا الان حنايا هيكلناها بواحد الطريقه اللي يعني طريقه اداريه مهمه باش تسهل علينا التواصل والتعامل مع جميع ما هو اداري، باش نبسطوا الامور وباش ان شاء الله تكون عندنا واحد المكانه متميزه على المستوى الوطني في هذا القطاع. اذا الحمد لله احنا في غرفه الصناعه التقليديه لجهه الشرق، الطريقه ديال الاشتغال ديالنا طريقه تشاركيه، يعني جميع الاخوان لا اعضاء المكتب ولا الاعضاء بصفه عامه لكل اقليم على حده كنشتغلوا بواحد الطريقه، يعني طريقه متجانسه ومتكامله، دون ان ننسى الاطر ديال غرفه الصناعه التقليديه اللي حتى هما الحمد لله كاين واحد التجاوب كبير. والسر ديال النجاح ديال او بوادر النجاح اللي كتبان على غرفه الصناعه التقليديه لجهه الشرق هو اننا كنشتغلوا مع المديريه الجهويه ديال الصناعه التقليديه اللي هي اللي كتمثل الوزاره الوصيه وزاره الصناعه التقليديه والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كتشتغلوا كفريق. يعني هذا هو نقطه القوه اللي عندنا، ودون ان ننسى الانفتاح على لا المكتب الوطني للتكوين المهني ولا المندوبيه الجهويه للتكوين المهني ولا الاكاديميه الجهويه للتربيه والتكوين. يعني احنا كنشتغلوا كفريق والحمد لله كاين واحد الانسجام تام فيما بيننا. والشيء الاساسي اللي كنشتغلوا عليه مع هاد الشركاء هو القضيه ديال التكوين وما ادراك ما التكوين، لانه احنا بحاجه الى صانع تقليدي حرفي مؤهل، وباش يكون الصانع التقليدي مؤهل ضروري انه يكون يمر بواحد المراحل ديال التكوين على جميع المستويات. كاين هناك التكوين الحرفي وكاين هناك التكوين الاداري، لانه ما يمكنش في هذا الوقت ديالنا في هذا العصر ديالنا يكون الصانع التقليدي يشتغل بواحد الطريقه، يعني طريقه عشوائيه ولا طريقه غير هكذا، لا خصو يشتغل بواحد الضوابط وخصو يساير العصر. والحمد لله الان جهه الشرق بدات تاخذ المكانه ديالها القويه على المستوى الوطني. الى جينا نذكروا على الحصيله، لانه يعني السنه الماضيه يعني كانت المشاركه ديال الحرفيين اللي عندنا في مسابقه امهر صانع. يعني في السنه الاولى كانوا اختاروا 3 ديال العناصر باش يشاركوا في المسابقه على المستوى الوطني، ومباشره السنه المواليه يعني تختاروا 10 ديال الحرفيين اللي شاركوا في هذيك المسابقه ديال امهر صانع، واستطعنا نحصلوا لا في السنه الاولى على جوائز ولا في السنه الثانيه على جوائز. وهذا اللي كيبين بانه قطاع الصناعه التقليديه في جهه الشرق قادم بقوه بواحد الطريقه عقلانيه، بواحد الطريقه من اجل الاندماج في قطاع الصناعه التقليديه، لانه هذا القطاع ديالنا يعني ما كانش مواكب التطورات اللي كانت متواجده في باقي جهات المملكه. فلهذا احنا الطريقه باش نعالجوا باش ان شاء الله نندمجوا في هذا يعني التطور ديال القطاع ديالنا،
بواحد الطريقه دبلوماسيه، لانه يجب اشراك الجميع. وهنا فاش نقطه القوه ديالنا حنا شركنا جميع يعني الشركاء اللي الان كنشوفوا قطاع الصناعه التقليديه غادي بواحد الخطى ثابته باش يفرض المكانه ديالو والوجود ديالو، لان هذا القطاع يستحق كل الخير ويستحق الوصايه ويستحق العنايه، لانه ماليه يعني مال القطاع الصناعه التقليديه الناس اللي عطاو الكثير لا في المقاومه ولا في الاقتصاد ولا في التربيه ولا في الاخلاق، لانه لما كنتمعنوا يكون عندنا تمعن في الصناع التقليديون، نعرفوا بان الصانع التقليدي ربى اجيال وكون اجيال، وجميع يعني الا جينا في الابناء ديال الصناع التقليديون الا وكنشوفوهم في واحد المراتب وفي واحد المناصب مهمه في البلاد ديالنا. وإلا جينا نشوفوا كذلك اهم المقاولات على المستوى العالمي، اقول المستوى العالمي، المقاولات اللي كينجحوا هما المقاولات اللي كيجيو من قطاع الصناعه التقليديه، لانه قطاع الصناعه التقليديه يعني هو مبني على الواقع ومبني على الميدان ومبني على العمل الميداني، يعني ماشي مجرد يعني كاين هناك ما هو نظري وما هو تطبيقي. فلهذا كنلاحظوا بان قطاع الصناعه التقليديه هما اللي كيتبناو على اسس واقعيه محضه ومنتجه. وهنا فين خصنا هاد الناس ديال قطاع الصناعه التقليديه كما قلت في البدايه ديال الكلمه ديالي، جا الوقت باش نردوا لهم الاعتبار. والحمد لله انا جد متفائل بان جهه الشرق يعني سوف تكون ان شاء الله تكون نموذجيه من حيث تسير في قطاع الصناعه التقليديه بهذه الجهه. السلام عليكم ورحمه الله.